ازيكم؟ في سؤال واحد او مش بس سؤال واحد، لا ده اسئلة كتيرة جدا بتيجي على بال الواحد بمجرد بس ان هو يفكر ان هو يسافر، وبالذات لو السفرية دي كانت برا مصر. واهم سؤال طبعا اللي كلنا عارفينه هو هصرف قد ايه او هحتاج مصاريف قد ايه. وهنا يجي السؤال المهم وهو هل السفر برا مصر بيحتاج فلوس؟ الإجابة إنه أيوه، هو بيحتاج فلوس زي بالظبط ما أي حاجة في الدنيا بتحتاج فلوس. بس كده تبقى الإجابة ناقصة، لأن أي حد بيسمع الإجابة دي بيجي في باله على طول إن لازم يبقى معاك فلوس كتير جدا عشان بس تقدر تسافر برا مصر. إنما المعلومة الكاملة بتقول إنك ممكن توفر في المصاريف خاصة بالسفر لدرجة توصل إن سفر لمدة شهر برا مصر يبقى أرخص من أسبوع واحد بس في الساحل. وعشان كده في الفيديو ده هكلمك عن شوية نصايح تقدر ان انت توفر بيهم كويس جدا في المصاريف بتاعتك الخاصة بالسفر بالذات برا مصر. بس في الاول خليني اعرفكم بنفسي. انا انطون نسيم، وهدفي اني اعرفك ازاي تسافر لوحدك. طيب نبدأ دلوقتي بالنصايح. أول نصيحة هي اختار البلد. لما تيجي تفكر انك تسافر برا مصر لازم تختار الموقع الجغرافي للبلد اللي انت عايز تسافر لها. بمعنى ان انت لو هتسافر من مصر، كل ما البلد كانت قريبة من مصر كل ما كان سعر الطيران ليها بقى رخيص، فبالتالي هيكون اوفر لك عن اي بلد تاني هيكون بعيد عن مصر. ومش بس المسافة اللي بتفرق، لا ده كمان لازم تبقى عارف البلد نفسها غالية ولا رخيصة. لان ممكن بلدين يكونوا جنب بعض، بس في بلد المعيشة فيها او الاقامة فيها بتبقى غالية جدا، والبلد اللي جنبها بتبقى رخيصة او على الاقل بتبقى ارخص نسبيا. وخلينا نوضح ده بمثال بسيط. عندك مثلا الاردن ولبنان، الاتنين جنب بعض، فلو انت جيت بصيت للبلدين هتلاقي ان الاتنين قريبين من مصر. بس لو انت مثلا بصيت للاردن هتلاقي ان الاقامة فيها الى حد ما غالية، لكن العكس في لبنان هتلاقيها رخيصة، وده بيرجع لظروف البلد الاقتصادية نفسها. فعشان كده لازم تختار البلد كويس جدا. وده خلينا نروح لتاني نقطة معانا النهاردة، وهي مرونة وقت السفر. بتسمع ناس كتيرة سافروا بلد معينة بسعر إلى حد ما رخيص، وبتفضل مستغرب إزاي هم سافروا البلد دي بالسعر ده. الفكرة هنا إن هم ممكن يكونوا مرتبطوش بوقت معين للسفر، لا ده هم شافوا عروض وأسعار للطيران في أوقات مختلفة، زي إنهم مثلا بيشوفوا أسعار الطيران في الشهر اللي جاي أو الشهر اللي بعده وبيحاولوا يختاروا الأرخص. وطبعا كل ما كان الوقت أبعد كل ما هتقدر توفر أكتر، وكل ما هتلاقي أسعار طيران إلى حد ما رخيصة. فبالتالي كل ما بيكون فيه مرونة في اختيار وقت السفر كل ما هتلاقي أسعار الطيران رخيصة نسبيا. وخلينا نقول معلومة إن في بلاد كتير بيبقى ليها مواسم للسياحة، فبتلاقي مثلا في بلد معينة موسم السياحة بتاعها بيبدأ في الصيف، فتلاقي إن أسعار الطيران في الوقت ده من السنة بتبقى عالية جدا وبترجع تنزل تاني للطبيعي، وساعات أقل من الطبيعي كمان أول لما الموسم ده يخلص. تالت نقطة معانا هي الإقامة، والحقيقة إن أغلب ميزانيتك بتقع في النقطة دي. بمعنى إن أنت اللي بتختار أنت هتقعد فين. في ناس مثلا بتحب تقعد في فنادق، وفي غيرهم مثلا بيحبوا يقعدوا في هوستل، وفي ناس تالتة بتحب إن هي مثلا تأجر شقة بالذات لو كانوا عائلات مثلا. والحقيقة إن كل واحدة من دول بيبقى ليها مميزاتها وعيوبها الخاصة، بس ده مش موضوعنا المرة دي، ده موضوع فيديو تاني. بس باختصار شديد، كل ما المكان اللي أنت قاعد فيه أو مكان الإقامة بتاعتك صغير كل ما هتقدر إن أنت توفر أكتر، لأن أكيد سعر إن أنت تنزل في هوستل وتقعد مثلا في أوضة مشتركة مع غيرك أكيد هيبقى أرخص بكتير من إن أنت تحجز فندق وتقعد في أوضة خاصة بيك لوحدك. ده لو أنت كنت فرد واحد، أو لو أنتوا مثلا جروب شباب مع بعض أو بنات، فممكن سعر إيجار الشقة لو هيتقسم عليكم هيبقى أرخص بكتير من إن أنتوا تحجزوا في فندق أو إن أنتوا تنزلوا في هوستل. رابع نقطة هي خط سيرك جوه البلد. طب دي معناها إيه؟ دي معناها بكل بساطة ان انت كل ما كان خط سيرك جوه البلد نفسها اشبه بخط مستقيم، او ان هو مثلا يكون اشبه بدايرة، كل ما هتقدر توفر بشكل كبير في مصاريف المواصلات. بمعنى ان انت مثلا لما تروح من المدينة للمدينة دي للمدينة دي على شكل دايرة، فانت كده بتختصر مسافة. لو مثلا هنفترض ان كل مسافة ما بين مدينة للتانية 10 كيلو، فانت كده بتدفع مثلا مبلغ قليل عشان تروح من المدينة دي للمدينة دي، عكس مثلا ما تروح من المدينة دي للمدينة البعيدة بعد كده ترجع للمدينة القريبة تاني. فبالتالي الموضوع ممكن مش هيبقى كويس معاك، وهتاخد وقت كبير لغاية لما توصل، وبرضه هتدفع مصاريف كتيرة في المواصلات. خامس نقطة معانا هي اعرف انت بتحب ايه او انت عايز تعمل ايه في البلد. طيب دي معناها ايه؟ معناها بكل بساطة ان انت بتعمل سيرش بتاعك كويس جدا قبل ما تروح البلد، وبتحدد انت هتعمل ايه بالظبط في البلد دي، سواء مثلا كان شوبينج او كان هايكينج او كان اي اكتيفيتي تاني، وتحاول ان انت تحط اغلب ميزانيتك في النقطة دي بحيث ان انت تتجنب ان انت تصرف اي مصاريف تانية في حاجة انت مش بتحبها. فمثلا انت لو بتحب الاستجمام ما تحاولش تدور ان انت تروح تعمل شوبينج في حتة
ويب كتيره لمجرد بس ان انت سمعت ان في ناس بتروح البلد دي علشان خاطر تعمل شوبينج بس. نيجي بقى لسادس نقطه معانا وهي اطلع مع جروب. خليني اسالك سؤال، لو انت مثلا هتطلع رحله باليخت، هل هيبقى افضل لك ان انت تطلع لوحدك او هيبقى افضل لك ان انت تطلع مع جروب؟ بالنسبه للمصاريف طبعا، فطبعا هتلاقي ان انت لو طلعت مع جروب هتدفع اقل بكتير جدا من ان انت تطلع لوحدك. بالظبط، هو ده نفس المبدأ، وده المبدأ اللي أغلب اللي بيسافروا بيتعاملوا بيه. بتلاقي مثلا حتى لو هو فرد واحد وطالع لوحده سفرية، بيحاول أول لما يوصل للفندق أو الهوست بتاعه إن هو يتعرف على ناس كتير بيشاركوه نفس اهتماماته، وبيحاول إن هو يعمل جروب. وطبعا كل ما كان العدد كبر كل ما هيقدروا إن هم ياخدوا اوفرز أو خصم في أي اكتيفيتي هم حابين يعملوه. نيجي بعد كده لسابع واخر نقطة معانا النهاردة، وهي ما تسافرش بلد واحدة بس. طالما سافرت بلد معينة حاول ان انت تخصص من ضمن ميزانيتك ان انت تطلع بلد تانية وتكون جنبها برضو، بس ده طبعا لو كانت الميزانية بتاعتك تسمح. وده عشان كون ان بلدين قريبين من بعض، فده بيخلي الانتقالات ما بين البلد دي للبلد دي سواء كان طيران او كان اتوبيس مثلا بيبقى رخيص نسبيا، عكس ما ترجع بلدك تاني وبعد فترة معينة تروح البلد التانية. عشان كده بتلاقي في شركات كتيرة بتطلع بلدين جنب بعض، فبتلاقي ان التكلفة بتقل بكتير جدا، عكس ما تروح البلد دي بعد كده ترجع مصر تاني وتروح بعد كده البلد التانية وترجع تاني. هتلاقي ان انت وفرت كتير قوي في المصاريف لما تضم البلدين دول في سفرية واحدة. خليني مثلا اديلك مثال، في ناس بتروح كتيرة تايلاند وماليزيا مع بعض، وده ليه؟ علشان البلدين قريبين من بعض. فانت مثلا لما تتحرك من مصر تروح تايلاند، بعد كده تروح لماليزيا، بعد كده من ماليزيا لمصر، ده هيبقى اوفر لك بكتير جدا من ان انت تروح تايلاند بعد كده ترجع مصر بعد كده تروح ماليزيا تاني وترجع مصر. فعشان كده كل ما عدد البلاد اللي انت زرتهم جنب بعض، كل ما على المدى البعيد هتلاقي نفسك وفرت كتير جدا. وبس كده، دول كانوا اهم 7 نصايح النهارده لازم جدا تحطهم في اعتبارك وانت مسافر عشان تقدر تخطط صح وتوفر كويس جدا وتنبسط باكبر قدر من السفريه. بس الفيديو مخلصش لغايه هنا، استنوا الفيديو اللي جاي واللي فيه هنشوف ازاي نقدر نصمم سفريه بسعر كويس جدا شامل الطيران، وفيها برضو نقدر ان احنا نزور اكتر من بلد. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير للفيديو علشان غيركم يستفاد، واعملوا سبسكرايب للشانل عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جاية واللي هيبقى فيها معلومات كتير جدا عن ازاي تسافر لوحدك. سلام.